يا مساء السعادة والسكر الزيادة على متابعيني الحلوين. بشكر كل متابعيني اللي أول مرة يشوفوني يشتركوا في القناة كده ويحطوا لايك جميل. ويلا مع بعض بقى نشوف ايه الجمال ده. هنعمل مع بعض النهاردة بديل ورق العنب. ورق العنب غالي، تطلعي ورق اللفت هتحفظيه في الفريزر من السنة للسنة. هو ده اللفت، عشان للناس اللي في ناس من بره مصر ما تعرفوش. ممكن من السنة للسنة هتحفظيه عندك في الفريزر وهتستخدميه بقى، وأحلى وأطعم من ورق العنب. هنشيل طبعا العنقود الطويل ده طبعا، والورقة الوحشة تشيليها ترميها. طبعا بتجيبي اللفت تملحيه زي ما انتوا شفتيه كده بمية وملح، احنا بنملحه بمية وملح بس. وهتجيبي بقى حلة على النار بعد ما وضبتي بقى ورق اللفت، وتحط حلة على النار فيها شوية ملح وتسيبها تغلى. عما تغسلي بقى ورقة ورقة، لأن بيبقى فيه شوائب ورمل و... يعني أتربة كتير جدا. لازم تغسليه ورقة ورقة وتحطيه كده فوق بعضه، ولما المية تغلي تنزلي بيه في المية. طبعا لو هتعينيه بقى في الفريزر، يعني مفيش قلبة واحدة على الجنبين كده اهو، وتطلعيه على طول على مية سقعانة، تحت مية جارية كده تحت الحنفية. تعالوا بقى اشربوا معايا القهوة. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، اخضر وجميل ولونه هيفضل اخضر، يعني خضار غير عادي. تعصري بقى عليه الليمون كده بعد ما تحشيه بقى بخلطة المحشي بتاعت حنونة بقى. ارجعوا لها، كنت عاملة معاكم خلطة المحشي في المنبر، وكنت عاملة معاكم خلطة المحشي لوحدها كده تحفة. مش هتلاقوا اي خلطة شبهها نهائي. طبعا هتطلعيه بقى كده على مصفى تحت الحنفية لحد ما المية السخنة، يعني لحد ما يبرد تماما من المية السخنة. لازم يبرد تماما. طبعا بقى احلى حاجة ان انتوا ترصيه فوق بعضه، عشان لما تيجي تاخدي ما يتقطعش منك وما يبقاش يضايقك. ترصيه كده فوق بعضه، آه يعني مساوي، يعني لا واحدة كده ولا واحدة كده. طبعا نزلت بالكمية التانية، هو بيخس خالص وبيقل. تحطيه بقى في اطباق فبر في الفريزر براحتك. هتحشيه في نفس اليوم برضو براحتك. جميل، وهيقعد معاكي من السنة للسنة. وطبعا ورق العنب غالي، طلعي ورق اللفت. وانت اصلا اللي اول مرة هيدوق ورق اللفت ما عادش هيعمل الا هو، لانه له طعم مميز كده وزبدة ودايب ومسكر وطعم طعم طعم. طبعا كده بقى بعد ما السلق كده وميته بردت تماما، هنرصه بقى فوق بعض. ده الجزء التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى. طبعا فوق بعضه ورق عنب ده ولا مش ورق عنب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ورق عنب. والاطفال لو عندك بيحبوا ورق العنب مش هيعرفوا ده من ده. وده بقى اللفت اللي احنا خللناه. ويا رب بقى لو الفيديو عجبكم كده بقى ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طبعا انا حطيته في صينيه كده وربطته بكيس ابيض عشان هستعمله بعد كده. يعني هستعمله قريب، يعني مش هعانه مده طويله. انت بقى حطيه في اطباق فبر اللي عندك، يعني اعمليه وفي الفريزر. وباي باي.